السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهاردة هنتعلم غرزة جديدة اسمها غرزة الصدفة المصمتة او المقفولة او سوليد شيل. وهي بتختلف عن غرزة الصدفة اللي اشتغلنا بيها في فيديوهات قبل كده، انها مضمومة اكتر والفراغات اللي فيها تكاد تكون مش واضحة. وهي من الغرز الحلوة جدا والسهلة. والوش بتاعها بيبقى زي الظهر، فبتبقى حلوة قوي لما بنعمل منها ممكن بطانية للبيبي او شنطة او سكارف او كوفية وحاجات تانية كتيرة. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشتغل بيها، هنعمل فستان لطفلة اللي هو بيبقى الجزء العلوي من فوق بيبقى كروشيه والبقية الفستان بالتل. والفيديو ده ان شاء الله هينزل تاني يوم على طول بعد ده، واول ما ينزل هتلاقوا اللينك بتاعه فوق على الشاشة، وكمان تحت مع المعلومات تحت الفيديو ده. اول حاجة هنبدأ بيها عشان نعمل غرزة الصدفة المقفولة هي ان احنا هنشتغل سلسلة مكونة من مضاعفات رقم 6 زائد 2، بمعنى ان احنا هنبدأ ب6 سلاسل او 12 او 18 او 24 وهكذا. هنفضل نضاعف في رقم 6 لحد ما نوصل للعرض اللي احنا عاوزينه للقطعة اللي احنا عاوزين نعملها، وفي الاخر خالص بنزود عليهم 2 سلسلة. فانا هبدأ وهشتغل 6 سلاسل، هعد بالشكل ده كده: 1 2 3 4 5 6، وهكرر 1 2 3 4 5 6. دلوقتي انا اشتغلت 24 سلسلة كمثال عشان اشرح عليهم الغرزة، وفي الاخر خالص بعد زي ما قلت بعد ما بنشتغل سلسلة من مضاعفات رقم 6 في الاخر خالص بنزود عليهم 2 سلسلة كده: 1 2. تمام. دلوقتي هنبدأ نشتغل اول سطر، واول سطر ببساطة جدا عبارة عن ان احنا هنيجي في السلسلة التانية من بعد الابرة على طول وهنشتغل غرزة حشو. فانا هنا في عندي الاتنين سلسلة اللي زودتهم في الاخر، هاجي عند السلسلة التانية من بعد الابرة وهشتغل غرزة حشو. تمام. بعد كده هفوت 2 سلسلة كده: 1 2، وفي السلسلة التالتة هشتغل 5 عواميد بلفة. فهنا في عندي غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها. بعد كده هعد 2 سلسلة: 1 2، وفي السلسلة التالتة 5 عواميد بلفة كده: 1 2 3 4 5. تمام. بعد كده هفوت 2 سلسلة: 1 2، وفي السلسلة التالتة هشتغل غرزة حشو. اوكي. بعدين هنكرر نفس الخطوات، هنفوت 2 سلسلة: 1 2، وفي التالتة 5 عواميد بلفة. 1 2 3 4 5. اوكي. وعشان اخد الميل بتاع الصدفة هكرر نفس الخطوات، هفوت 2 سلسلة: 1 2، وفي السلسلة التالتة غرزة حشو. وهنكرر نفس الخطوات لغاية نهاية السطر، بان احنا بنفوت 2 سلسلة وفي التالتة بنشتغل 5 عواميد بلفة في نفس الغرزة، وبعدين 2 سلسلة وبعدين غرزة حشو، وهكذا لغاية نهاية السطر.
وصلت لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلتها 5 عواميد، وفضل عندي في الاخر خالص 3 سلاسل، 1 2 3. يبقى انا همشي برضو بنفس التسلسل وهفوت 2 سلسلة، وفي السلسلة الثالثة والاخيرة هشتغل غرزة حشو. يبقى انا زي ما بدأت في اول سطر بغرزة الحشو، المفروض ان انا في الاخر خالص برضو بنتهي بغرزة حشو، بيفضل عندي 3 سلاسل وبشتغل غرزة الحشو في الغرزة الثالثة والاخيرة. كده احنا خلصنا اول سطر وبقى بالشكل ده. عشان نرتفع بالسطر التاني هشتغل 3 سلاسل وهعتبرهم عمود، 1 2 3. اوكي، وبعدين هدير الشغل الناحية التانية، وفي اول غرزة هتقابلني بعد الثلاث سلاسل اللي هي اصلا كانت اخر غرزة حشو في السطر اللي قبليه، فهنا في عندي غرزة الحشو اللي اشتغلتها في اول سطر، ودول الثلاث سلاسل اللي ارتفعت بيهم 1 2 3. ففي الغرزة دي هشتغل 2 غرزة عمود بلفة في نفس الغرزة. اوكي، فبداية السطر التاني بقت عندي بالشكل ده كده، عبارة عن زي نص صدفة. قلنا الثلاث سلاسل دول هنعتبرهم عمود، وزودنا عليهم كمان 2 عمود، فبقى عندي نص صدفة بالشكل ده كده. بعد كده هكمل عادي خالص، هفوت 2 غرزة، وفي التالتة هشتغل غرزة حشو. تمام، هنا في عندي هنا ال5 عواميد اللي كانوا في السطر اللي قبليه، ففي العمود الثالث كده 1 2، في العمود الثالث هشتغل غرزة حشو. اوكي، وهكمل بنفس التسلسل، هفوت 2 غرزة، وفي الغرزة الثالثة هشتغل 5 عواميد بلفة في نفس الغرزة. وناخد بالنا هنا الغرزة الثالثة اللي هنا هي دي اللي كانت غرزة الحشو في السطر اللي قبليه، فانا هفوت 2 غرزة، وفي الثالثة اللي هي هنا اوكي الغرزة اللي هنا دي هشتغل فيها 5 عواميد بلفة في نفس الغرزة. وهكرر هفوت غرزتين 1 2، وفي الثالثة هشتغل غرزة حشو. هكمل بنفس التسلسل، بعد ما اشتغلت غرزة الحشو هفوت غرزتين، وفي الثالثة 5 عواميد بلفة. فوت 2 غرزة، وفي الثالثة غرزة حشو. وصلت لنهاية السطر، واخر حاجة اشتغلتها غرزة حشو. بعد كده فضل عندي اخر 3 غرز، فهمشي برضو بنفس التسلسل وهفوت 2 غرزة، وفي الغرزة الثالثة والاخيرة هشتغل 3 عواميد بلفة. فزي ما بدأت هنا بداية السطر التاني ب3 عواميد، يبقى المفروض برضو في نهاية السطر انتهي ب3 عواميد بلفة. اوكي، فهفوت 2 غرزة، وفي الثالثة والاخيرة ناخد بالنا بتبقى مايلة لورا شوية، هشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة. فهحاول ان انا ادخل برضو بالابرة تحت الحلقتين بتوع حرف الفي، واشتغل 3 عواميد، 1 2 3. اوكي، كده احنا نهينا السطر التاني واشتغلنا سطرين من غرزة الصدفة، والمفروض ان الشغل بتاعنا بيبقى بالشكل ده كده. عشان نرتفع ونبني بقية الاسطر برضو هنكرر السطر الاولاني بان احنا بنرتفع بسلسلة واحدة بس. اوكي، وبعدين بنداير الشغل الناحية التانية، وفي السلسلة وفي اول غرزة هتقابلنا على طول اللي هي كانت اخر غرزة في السطر اللي قبليه، ودي السلسلة اللي احنا ارتفعنا بيها. ففي اول غرزة على طول بعد السلسلة هشتغل غرزة حشو.
تمام. وبعدين هكرر، هفوت 2 غرزة وفي التالتة 5 عواميد. بعد كده هنفوت 2 غرزة وفي الغرزة التالتة غرزة حشو، وبعدين 2 غرزة وفي الغرزة التالتة 5 عواميد، وهنكمل لغاية نهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واخر حاجة اشتغلتها 5 عواميد، والمفروض ان انا ماشية بنفس التسلسل، فهفوت 2 غرزة وفي الغرزة التالتة والاخيرة هشتغل غرزة حشو. فزي ما بدأت هنا بداية السطر بغرزة حشو، المفروض ان انا برضو بنتهي نهاية السطر عندي بتبقى برضو غرزة حشو. وناخد بالنا هنا غرزة الحشو هنا الغرزة الأخيرة اللي عندنا، اللي هي أصلا كانت ال3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم في السطر اللي قبليه. فهنا عندنا في نص الصدفة، هنا ال3 سلاسل قلنا هنعتبرهم عمود، وهنا ال2 عمود اللي بعدهم. فأنا هشتغل غرزة الحشو في السلسلة الثالثة من ال3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم في السطر اللي قبليه. فهفوت 2 غرزة كده، 1 2، وهنا عندي في السلسلة الثالثة هشتغل غرزة حشو. اوكي. بعد كده السطر اللي بعديه، طالما ان انا هنا انتهيت بغرزة حشو، يبقى انا هكرر السطر التاني وهرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهعكس الشغل الناحية التانية. وفي اول غرزة هتقابلني اللي هي كانت اخر غرزة حشو في السطر اللي قبليه، هشتغل نص صدفة. قلنا هنعتبر ال3 سلاسل دول عمود، يبقى هزود عليهم كمان 2 عمود. كده انا بدأت اول السطر بنص صدفة، وهمشي بنفس التسلسل عادي خالص. هفوت 2 غرزة وفي اللي بعدها غرزة حشو، وهكمل بنفس الطريقة. هفوت غرزتين وفي التالتة 5 عواميد في نفس الغرزة، وبعدين غرزتين وفي التالتة غرزة حشو. هنكمل بنفس الطريقة، هكرر نفس الخطوات. وطالما ان انا هنا انتهيت ب3 عواميد، يبقى السطر اللي بعديه هبدأ بغرزة حشو، هرتفع بسلسلة واحدة بس، وبعدين هداير الشغل الناحية التانية. وفي الغرزة اللي بعدها اللي هي اخر غرزة عمود في السطر اللي قبليه، اول غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو، وهكرر نفس الخطوات عادي خالص. هفوت 2 غرزة وفي التالتة 5 عواميد، وبعدين 2 غرزة وفي التالتة غرزة حشو، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وطالما بدأت السطر بغرزة حشو، يبقى المفروض برضو ان انا هنتهي هنا بغرزة حشو. قلنا هنا غرزة الحشو بنشتغلها في السلسلة الثالثة من ال3 سلاسل اللي ارتفعنا بيهم في الدور اللي قبليه. وبعد ما بنشتغل غرزة الحشو في اخر سطر هنا بنعكس، طالما ان احنا انتهينا بغرزة حشو يبقى السطر اللي بعديه هنبدأ بنص صدفة، وهكذا. دلوقتي انا حابه اوريكم طريقه تغيير اللون في غرزه الصدفه المقفوله، وهي بالظبط نفس طريقه تغيير اللون في غرز الكروشيه العاديه، وانا شرحتها في فيديو قبل كده بالتفصيل في دروس تعليم المبتدئين، وهتلاقوا برضو لينك الفيديو موجود تحت الشاشه مع المعلومات. فلو انا مثلا هنا عايزه اغير اللون في السطر التاني اللي بعد ده، فهنا زي ما قلنا اخر حاجة هنا اشتغلت 5 عواميد، واخر حاجة هنا عندي في نهاية السطر غرزة حشو. فهشتغل غرزة الحشو عادي خالص، بس مش هكملها للاخر. فهدخل بالابرة في الغرزة وهسحب الخيط وهطلع بيه، وهسيب اخر حلقتين على الابرة، ومش هكمل بقية غرزة الحشو. وهكملها بان انا هسحب اللون التاني وهطلع بيه من الحلقتين. وزي ما قلنا اطراف الخيط دي بنقصها وبنعقدها وبننضفها في الاخر، وبكمل شغلي عادي خالص. اخر حاجة انتهيت بيها غرزة حشو، يبقى السطر اللي بعديه هشتغل نص صدفة وهرتفع ب3 سلاسل، وهعكس الشغل الناحية التانية. وفي اول غرزة هكمل نص الصدفة وهشتغل غرزتين عمود، وهنكمل شغلنا عادي خالص بنفس الخطوات اللي شفناها قبل كده. برضو نفس الشيء، لو انا السطر عندي بينتهي بغرزة عمود وعايزة اغير اللون في السطر اللي بعديه، فبشتغل غرزة العمود ومش بكملها للاخر.
بسيب اخر حلقتين على الابرة وبكمل الغرزة بان انا بسحب اللون التاني وبكمل بيه الغرزة، وبعدين بكمل شغلي عادي خالص. هنا اخر حاجة انتهيت بيها نص صدفة، يبقى السطر اللي بعديه هرتفع بسلسلة واحدة بس واعكس الشغل وابدأ بغرزة حشو، وهنكمل الشغل بتاعنا بنفس الخطوات اللي شفناها قبل كده. كده احنا شفنا طريقة عمل غرزة الصدفة المصمتة او السوليد شيل. بتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون سهل وواضح، وبشكركم جدا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.